السلام، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم كيما راكم تشوفوا راني جبت لكم معايا خبز محشي بالفرماج، يعني بالجبن او بالشيدار. يجي بنين بنين بنين. يعني ما شاء الله ويجي هايل. قبل ما نبدا نقول لكم ما تنساوش تخلونا لايك باش تؤمن الفائده على الجميع ويطلع الفيديو تاعنا يعني يشوفوه مجموعه كبيره. المقادير راني نخليه لكم في صندوق الوصف. هنا كيما راكم تشوفوا درت كاس تاع ماء دافي، كاس حليب دافي تاع 200 ملل، ملعقه تاع سكر، ملعقه تاع خميره الخبز، ونخلطهم مليح حتى يتجانسوا مع بعضهم. نغطيهم ونخلي هذيك الخميره تتفاعل، خلوها تخمر كيما راكم تشوفوا. كي تخمر نديروا لها ربع كاس تاع الزيت ونخلطو. قيس واحد 100 ملل، ربع كاس تاع زيت. هنا نحط الفارينه. انا الفارينه اللي درتها كاع وزدت لها ملعقه تاع الملح صغيره، ملعقه صغيره يعني حسب الكميه تاعكم. كما قلت لكم درت من 100 غرام تاع فارينه، وكل واحد على حسب الفارينه تاعو، كاين اللي تشرب وكاين اللي ما تشربش. هنا نبدا نخلط غير هذيك الفارينه غير بالعقل. قلت لكم كلش درت 800 غرام، وكيما قلت لكم انه على حسب الفارينه اللي عندكم، كاين يتشرب وكاين لا. حتى نلمها. انا كي لميتها كاع وزنتها كانت يعني استعملت 800 غرام. هنا راني نلم فيها، ندلك فيها فوق حطيتها فوق لو بلون دو طرافاي، وراني ندلك فيها حتى ترطب ونلمها باش نخليها تخمر. حطيتها في اليان ديالي ودرت لها شويه زيت باش ما تلصقش، ونغطي عليها ونخليها تخمر. شوفوا كيفاش خمرت، يعني راهي العجينه هذيك شابه يعني ما شاء الله. درت شويه زيت في لو بلون دو طرافاي ونعجنها بالزيت، يعني ما تكتروش بزاف. شوفوا كيفاش نطويها كي البريه باش دير هذاك التوريق، ونلمها نعاود نلمها ونحاول نطمها يعني باش تكون سوا سوا. هذيك الدائره تاعها او تكون يعني سوا سوا، ونقطعها في الوسط يعني على 2، نقطعوها على 2. نحاولوا نديروا نفس القياس او نفس الوزن. نلمهم مليح ونغطيهم، نخليهم بجيه، نغطيهم نخليهم يعاودوا نخليهم يخمروا. يعني الخميره في هذه الوصفه مهمه جدا. شوفوا كيفاش راهم خمروا، يعني الله يبارك. وحده رفتها غطيتها باش ما ديناش هذيك الطبقه من فوق او الوجه هذاك من فوق، ووحده حليتها. نحلوها مربع كبير، نحاول نبسطها بيدي في الاول ونحكم الحلال. نديروا لا فارين مليح باش ما تلصقناش الفارينه، باش ما تلصقناش. ونحاولوا نحلوا المربع تاعنا. شوفوا كيفاش حليته. هنا نحكم الزبده او لا مارغرين او الزبده النباتيه، ندوبها ونبدا نمسح كاع هذاك المربع من الطرف للطرف، يعني نمسحو كاع يتيك. نكمل نمسح كاع الجوانب كيما راكم تشوفوا راني ندير. مسحوا الجوانب تاعو يعني ما تخلو حتى جهه. هنا نديروا التوريق. هنا شوفوا نرفد جهه نقلبها الجهه الاولى والجهه الثانيه، ونعاود نمسح من الفوق. نعاود نزيد ندير نمسحها بالزبده من الفوق او لا مارغرين. مسح كاع الاطراف تاعها، يعني ماشي جهه كاين وجهه لا. مسح لها كاع الاطراف تاعها ونكمل نطويها. شوفوا الطويان تاعها كي شغل رانا نديرو في لاباط فويتي. نطووها هكا ونحطها في صينيه نخليها تخمر ترتاح وتخمر مليح حتى تشوفوها. نغطوها بالبابي فيلم او بابي سيلوفان ونخليها تخمر.
هنا درت الاولى ونزيد ندير الثانيه ونخليهم يخمروا. هنا شوفوا كيفاش خمروا. بعد الاولى خمرت مليح وبديت بها وخليت الثانيه تكمل الخمار تاعها. هنا بديت نحلها. شوفوا هذاك الليبول اللي دايرتهم، الفقاعات او الفقاعات اللي دايرتهم، يعني راهي داخلها الهواء، خامره مليح يعني وخفيفه. وهذا الخبز يا خياتي يجي بنين 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 بزاف. تقدري تاكليه مع لي سوب، تقدري مع اتاي، تقدري تاكليه وحده هكا ما يتشبعش. هنا حكمت الشيدار، كي حليتها كاع حكمت الشيدار وسكرفشت لها هذاك الشيدار. وانتم ديروا الجبن اللي حبيتوه، شنو يكون جبن مبشور، يعني النوعيه اللي حبيتوها، ماشي لازم تكون نوعيه فاخره. هنا شوفوا نبدا نلوي وندير في البودان ديالي. نلوي جهه، نزيد الجهه الفوقانيه تاني نلويها، نقلب فوالا. نحاول نديرهم نفس القياس حتى نكمل. كيما راكم تشوفوا تبعوا هاد الخطوات راهي حيخرج لكم ما شاء الله. نقطع بيناتهم بالسكين ونبدا نلم هذوك الاطراف. شوفوا كيفاش يعني نقرص هذيك العجينه باش ما تنحلش، ومن بعد نعاود نسقمها. لازم نغلقها مليح باش ما تنحليش. نخدم الاولى ونزيد نسقمها ونزيد الثانيه. كي نكمل نقرصهم نحاول نسقمهم، يعني نساويهم باش ما يقعدوليش هذوك لي تخاص تاع كيما قرصنا هذيك العجينه ولقناها. نكملوا بهذه الطريقه حتى مع العجينه الثانيه ونحطوهم في السنيوه. دوكا هنا نرفدهم ونحطهم في السنيوه يخمروا. هنا نعاود نغطيهم بلا سيرفييت ونخليهم يخمروا. هنا نجي نحكم صفر بيضاء، 2 مغارف كبار تاع الحليب ونخلطهم مليح حتى يتجانسوا. ونجي نمسح هذاك الخبز تاعي من فوق، مسح كاع هذاك الخبز، يعني مسحوه مليح، ما تخلوش الجوانب باش كي تخمر يعني ما يقعدش بيض. هذوك الجوانب ما يقعدوش بيوضه. دوك يزيدوا يخمروا اكثر من هكذا. نكمل الخبزات تاعي قاعيتك. وشوفوا ندير لي تخاص بالموس، ندير لهم لي تخاص ولا واش عندكم سباتول ولا يعني واش عندكم ديروا هذوك لي تخاص باش يقعدوا كي طيبيه يقعدوا لك هذوك لي تخاص. كي تحبي تقسمي الحبه تقسمي يعني تعرفي كيفاش تقطعيها. هنا درت زرارع، كنت دايره سانوت، جنجلان، بودورشيه، يعني خليط من زرارع. يعني واش عندك تقدري ديري الجود من الموجود. طيبتهم على 180 درجه. كي طابولي وتحمروا لي تحمرتهم من فوق. شوفوا كيفاش جاو، يعني الله يبارك. والبنه ما نحكي لكمش هذاك الجبن كيفاش دايب بالداخل. واحد البنه شوف كش مورق راهو سخون راني نرفد فيه يعني بالسيف مورق. شوفوا لا فابور يتخرج منه. شوفوا كيفاش جا هذاك الجبن الداخل كيفاش جا مورق، جا بنين. قلت لكم مع لي سوب مع شوربه يجي بنين، مع اتاي تاني يجي بنين. وقريب رمضان تاني مليح في رمضان، ما قعدلوش بزاف، ان شاء الله يجينا بالبركه. جا ما شاء الله. نتمنى يعني تسيو هذه الوصفه، لما لا والله يعني وصفه خبز لذيذ جدا يعني ما شاء الله. الى وصفه اخرى ان شاء الله، مع السلامه.